لعشاق اللوبيا غادي نوجد معكم لوبيا بطريقه سهله وبسيطه كتجي بنينه بزاف بواحد المكون اللي هو السلك اولا السلق كيجيبها بنينه ما تشبعوش منها. تبعوا معايا الطريقه غادي تعجبكم. في طنجره ديال الضغط كنضيف حبه ديال مطيشه كبيره محكوكه وغادي نزيد عليها حبه ديال البصله محكوكه. عندي 4 الفصوص ديال الثوم محكوكين. عندي معلقه كبيره ديال الصلصه ديال مطيشه طماطم مركزه وغادي نضيف التوابل. عندي معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال التحميره. كنضيفوا التوابل على حساب الكميه اللي عندنا ديال اللوبيا، وضفت معلقه صغيره ديال الملح، بطبيعه الحال الملح على حساب الذوق حتى كطيب وكنذوقوا. الا بغينا نزيدوا الملح كنزيدوا. هنا كنضيف شويه ديال زيت المائده، ممكن نضيفوا حتى زيت الزيتون. عندي القزبر والمعدنوس وغادي نخلط التوابل ديالي مزيان حتى كيتجانسوا لي مع بعضياتهم. اللوبيا كتجي بنينه بزاف بهذه الطريقه هذه. الا جربتوها غادي تعجبكم وغادي تعتمدوها دائما. هاد السلك كيجيبها بنينه بزاف ما تشبعوش منها. وكنضيف الكاس الاول ديال الماء، كاس كبير. بالنسبه للوبيا انا مرقداها ليله كامله. انا عندي نص كيلو د اللوبيا، يعني مرقداها ليله كامله في الماء وكنضيفها للطنجره ديال الضغط. يعني ما كنسلقهاش مسبقا، كنضيفها يعني غير مفزقه في الماء وكنضيفها على التوابل. وهذا هو السلق، يعني كنقيه بحال اللي كنقي القناريه اولا الخرشف بنفس الطريقه. كنضيفو كيجي طري بزاف وكيجي بنين، كيجي فيه يعني واحد البنه كتواتى مع اللوبيا. وكنزيد الماء، يعني ضفت 4 ديال الكيسان كبار ديال الماء. وغادي نخلط الطنجره ديالي كما كتشوفوا. غادي نغلقها ونوضعها على النار كتكون مهيله وكنخليها طيب على خاطرها. وهذا هو الطبق ديالنا كما كتشوفوا ديال اللوبيا، كيجي بنين بزاف. ملي كيطيب هذاك السلك يعني ما كيبقاش يبان بزاف، كيذوب كيجي بنين، واحد البنه كتجي هائله. تبعوا الطريقه تعجبكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.